بالتقريب كثير من الناس يجهزوا نفوسهم إلا للعيد، وحتى في العيد كانت فيه نداءات. أنا صميت ودنية ما نسمعش النداء هذا باش يقولك استورد لنا باش نذبحوا في العيد. ما نستوردش. فيه دول. أمر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الحكومة بإطلاق استشارة دولية في أقرب وقت لاستيراد قرابة 1,000,000 رأس من الماشية تحسبا لعيد الأضحى المبارك. ساعات بعد صدور قرار رئيس الجمهورية القاضي باستيراد 1,000,000 رأس من الماشية تحسبا لعيد الأضحى المبارك كانت كافية لزلزلة سوق الماشية. الأضحى السيد رئيس الجمهورية قال بلي هناك إمكانية استيراد مواشي بمناسبة عيد الأضحى، حيث أمر السيد رئيس الجمهورية واش داروا؟ قالوا دير دفتر الشروط باه نديروا استشارة. واش معناها استشارة دولية؟ معناها الناس باه يستوردوا إلى غاية 1,000,000 رأس. واش معناها دفتر الشروط؟ معناتها الدول اللي تحب تصدرنا المواشي، حيث يتوقع الموالون تراجع الأسعار إلى حدود 30% بعدما سجلت ارتفاعا قياسيا في السنوات الماضية. بيان لمجلس الوزراء أكد أن الرئيس تبون حض وزير الفلاحة على إعداد دفتر شروط يتضمن سقف الأسعار للأضاحي المستوردة على أن تتكفل الدولة بالاستيراد عن طريق مؤسساتها وهيئات، مؤكدين أن هذا القرار صائب في إعادة تجديد القطيع الذي تأثر نتيجة لذبح أنثى الخروف في الأعياد الماضية. هل باللي أقل شيء 25% 30% ترجع له قطعا. شوف، قرار كهذا سوف يقوم بإحداث زلزال داخل السوق المحلي للأغنام، ونعطيك بعض المؤشرات. إذا شفنا السنة الماضية لما كانت هنالك ادعاءات فقط من أنه كاين استيراد للحوم أو استيراد للماشية الرومانية، لأنه شفنا العام اللي فات كان هنالك استيراد للحوم بعدها مباشرة، أو استيراد للماشية وتم ذبحها هنا. كانت هنالك يعني الناس كتظن بأنها سوف تكمل العملية إلى عيد الأضحى. كيف كان سوق الماشية عندنا؟ كان هابط. ولما تم إصدار بيان بأنه ما كانش مواشي لعيد ارتفعت بصفة كبيرة. الآن أنا نقدر نقول لك أنه لن يكون لبس. يا خويا الليلة الأخرى ما عنديش وين نديرو، الخو ما عنديش وين نديرو. تعرف هذا كل شيء ما تغسلهاش تعطيها لما تقول خرج عني اللي عندها عليه. كل شيء ما تغسلهاش، ما تقدرش تنظفها قال نظفها عند واحد البيطوار. خرج ما تقول كاينه فيها ريحه. وراك تعرف تروح لفمك. والخروف قال لي ب 6 ملايين و700 7 ملايين قال لي. يا والله ما تاكل تاع 11 مليون 12 مليون. كل والله لا كليت.